تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم من اقتطاع تأشيرة تأهله إلى الدور الثاني لأول مرة في التاريخ بالرغم من تعادله أمام روسيا لنتيجة هدف لمثله برسم الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لمونديال البرازيل. وبهذه المناسبة مناسبة الفوز التاريخي لمنتخبنا الوطني لكرة القدم أبرق فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى كافة أعضاء المنتخب الوطني برسالة شكر واعتزاز جاء فيها ما يلي: تلقيت باعتزاز كبير أثلج صدري وصدور كل الجزائريين والجزائريات والجزائريين وجميع المشجعين والمناصرين في كافة الأقطار العربية الإسلامية والإفريقية نبأ ارتقائكم إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل، وهو إنجاز مستحق بجدارة وامتياز. إن حناجر المناصرين الذين رافقوكم إلى البرازيل لم تكف عن أناشيد التشجيع وأهازيج الحماسة، كما أن أعين مشاهديكم على الشاشة الصغيرة لم تتوقف عن متابعتكم خطوة خطوة وأنتم تعزفون على أرض الملعب تلك السيمفونية الوطنية الرائعة في فن رياضة كرة القدم. ولم يخب أمل الجزائر والأمة العربية والشعوب الإسلامية الإفريقية فيكم، وكانت فرحة الجميع العارمة بمروركم إلى الدور الثاني الرابط الأخوي الذي شد بعضكم إلى بعض ووحد مشاعر المودة والإحساس بصلات الانتساب والانتماء. لقد أكدتم بأدائكم هذا أن النجاح لا يأتي حظا ولا هبة، وإنما يتحقق بالمثابرة والتحضير الجيد والأداء الرائع. إننا جميعا على ثقة من أن إرادتكم القوية في مواصلة أدائكم على نفس الوتيرة الممتازة والمتميزة التي ظهرتم بها في هذه المقابلة والتي سبقتنا، وإننا لنعرب لكم عن تهانينا الحارة ونسأل الله لكم حسن التوفيق وأن يجعل الفوز حليفكم في كل مبارياتكم القادمة. دمتم فخرا للجزائر ودامت الجزائر تاجا على رؤوسكم. انتهت رسالة رئيس الجمهورية.